السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي يلقاكم الفيديو ديال اليوم في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. فيديو جديد، شهوه جديده. جيتكم اليوم بوصفه سهله كيحماقوا عليها الصغار والكبار. غنقدمها لكم بطريقه مبسطه وسهله جدا، غتنجح معكم 100% واخا اول مره تجربوها، وان شاء الله ما تلقاو حتى شي مشكل لا في العجين ولا في الكريمه. اللي هما ساهلين، طريقه سهله ومبسطه، وان شاء الله تجربوهم. يلا معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير في نفس الوقت. عندي هنا 250 غرام ديال الزبده، غنزيد عليها كاس ديال السكر، عندي فانيلا، شويه ديال الملحه، عندي هنا النكهه ديال الليمون. بالنسبه للنكهه ديال الليمون ممكن تبدلوها بديال الحامض ولا اللي متواجده عندكم، ولا فقط تكتفيو بالفاني. عندي صفر بيضه، عندي 2 معالق ديال الزيت. غنخدموا الخليط مزيان وندخل المكونات كامله في بعضها. وعندي هنايا الدقيق، على حسب الدقيق انا درت 2 كيسان ديال الدقيق خدمتهم. انا غنزيد الثالث تقريبا. هنا هزات لي 4 ديال الكيسان ديال الدقيق، الكيسان ديال العنبه، وعلى حسب الدقيق راه كاين النوعيه ديال الدقيق اللي كتشرب، وانتم راه كتشوفوا تتجمع معكم العجين. وحبسوا هنا هذا هو الكاس الرابع. غنجمع الخليط، غنجمع العجينه مزيان. وهنايا غادي نجمعها نديرها في واحد البلاستيكه، ولا المهم نجمعها في واحد البلاستيكه وتخليها في الثلاجه تقريبا ديك نص ساعه حتى ساعه. الا كان عندك الوقت تخليها حتى ساعه. قد ما كزات في الثلاجه كتصدق معاك مزيان. هنايا انا كنت زربانه ما خليتهاش كاع ساعه، تقريبا نص ساعه بما وجدت الكريمه. هنايا كنحتاجو في الكريمه نص لتر ديال الحليب، فانيا كنزيد عليها فانيا كنسم فاني، وممكن تزيدي النكهه ديال الحامض ولا اللي عندك على هاد الكريمه. هنايا درت 2 معالق 3 المعالق ديال كريم باتيسير. كديري كريم باتيسير ولا النشا اللي عندك كتخدمي به. عندي هنايا 3 المعالق ديال السكر، والسكر على حسب الذوق. وإلا ما بغيتيش الكريمه ديالك تكون حلوه بزاف كما قلت لكم راه على حسب الذوق، ممكن تنقصي في السكر. هنايا كنخلط مزيان المكونات تطلق مزيان، كنديرها على النار حتى يعقد لك الخليط بحال هذا الشكل هذا. المهم ملي كديرها على العافيه خصها مع التحريك هي كطيب وانت كتحركي، ما تغفليش عليها. وهنا كنهز واحد البلاستيكه كنغطي بها السطح ديال ديك الكريمه، الفوق ديال الكريمه، باش ما تكونش لكم واحد القشره من الفوق. هنا كتغطيوها مزيان بواحد البلاستيك وكتدخلوها للثلاجه حتى تتبرد مزيان. وكنوجدوا هنا العجين، كنطلقوا العجين. هاد العجينه هذه كنقسمها على 2، وكناخذ واحد البلاستيكه كتعاونك باش تطلق ديك العجينه بكل سهوله. هنايا كنطلق العجين مزيان وتطلقوا العجين، وعلى حسب نتوما السمك اللي باغيين في الطاختو اللي تبغيتوهم غلاظ ولا رقاق، نتوما على حسب الحجم اللي باغيين. كتاخدي العجين ديالك كتجمعيه في المدلك وكتشدي دوك القوالب كديريهم من التحت وديري فوقهم ديك العجينه وتسرحيها بالمدلك، تسرحيها مزيان بالمدلك وتبركي عليها بالكف ديالك مزيان باش يتقطع لك العجين. وانتم كتشوفوا كتخدموها بهذه الطريقه هذه، وتخدموا العجين ديالكم كامل بنفس الطريقه حتى تكملوا العجينه كاملها. والعجينه من الاحسن ما تجيش غليظه، هي قد ما كانت رقيقه كتكون زوينه وكتكونوا لكيش زوينين. هنا كتاخدي واحد الفورشيط كتقبي بها العجين ديالك مزيان. الا تقبتيهم مزيان ما تخافيش ينتفخوا لك في الفران، يتقبيهم مزيان وشديهم وديريهم في الفريغو حتى يبردوا. من كبردوا مزيان كتخرجيهم وتدخليهم الفرن. ما تخافوش يتنفخوا لكم لا حتى شي حاجه، ما درت فيهم لا حمص لا حتى شي حاجه. هنايا كناخذ ديك الكريمه بعد ما بردات كنزيد عليها كريم شونتيي، كنطربها مزيان بالطراب وكنخليها تخدم بها لكيش. هنا تقريبا لي كيش ديالي كاملهم واجدين كما كتشوفوا كيجيو زوينين، ما تنفخوا ما حتى شي حاجه في الفران، ما ديفورماوش، جا الشكل ديالهم رائع انتما كما كتشوفوا. وبسهوله كيتحيدوا من القوالب حيت مع فيهم الزبده، ما تخافي لا يلصقوا لا حتى شي حاجه. وكما كتشوفوا هنايا واحد المقطع ديال فاش كنعمر لي كيش بالكريمه المسحليه، بقى ليا واحد شويه يعني شاركته معكم. كتاخدي دوك لي كيش القوالب ديال لي كيش ديالك
وكتعمريهم بالكريمه. وإلا عندك هذا الجيب الحلواني كتكملي بنفس الطريقه، ما عندكش ممكن تعمريهم بالمعلقه. ايوا وهنايا كملت لك كيش ديالي بالصحه والراحه. وكنتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، راه كيجيو رائعين جدا ومذاق رائع، ولي كيجيو خفاف هشاش وكريمه زوينه. وبالنسبه للكريمه، الا عندك داك اللوغو ديال الفريز ولا الحامض ولا المهم انك اللي عندك ممكن تضيفيها على الكريمه باش يكون باش يجي فيها واحد المذاق زوين. وهنا كما كتشوفوا لي كيجيو لي واجدين. وكنتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو ديال اليوم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، فيديو جديد ان شاء الله.